دول أخرى مجاورة تحتل أراضيها ولا تتكلم. يتكلم على الجنرالات. نعم، الجنرالات هم جنرالات. يا دكتور علي، دول أخرى مجاورة، دعنا نتحدث عن الجزائر وفرنسا اليوم. ربما ضيفك للأسف الشديد قد تناول عشبة من نوع ما. لا نسمح بهذا الكلام بتاتا دكتور علي. لا نسمح بهذا الكلام بتاتا على شاشة الغد. لا أرجوك دعنا نسمع تعليق الآن. دكتور علي لو سمحت لي دعنا نسمع تعليق أخير من الأستاذ مصعب حمودي. ما تفضلت به لا يجوز. ما تفضلت به دكتور علي لا يجوز. هذه إساءة في حقك. لو سمحت، هذه إساءة. اليوم هؤلاء يرفضون دكتور التطبيع. علي أرجوك، هذه إساءة. التطبيع ومصالحة. انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا جزيلا يا سيدتي دكتور علي. لماذا أنت تفسري؟ انتهى وقت المقابلة. تحدث عن الحرطانيين. من لم يفهم كلمة حرطانيين، هذه الكلمة ماذا تقصد بالحرطانيين؟ معنا من الجزائر الدكتور علي أربيج أستاذ العلوم السياسية، ومن باريس أيضا معنا أستاذ مصعب حمودي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ضيفنا أهلا بكم معنا على شاشة الغد. أبدأ من الجزائر مع الدكتور علي أربيج. دكتور علي، يعني ما لبثت هذه العلاقة أن تسير على المسار الصحيح حتى عادت إلى انتكاسة جديدة بسبب ملف الجزائرية الفرنسية بوراوي، وبالتالي هل تودد إيمانويل ماكرون اليوم إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيدوب الجليد؟ أولا مساء الخير سيدتي، شكرا على الدعوة، تحية لك ولضيفك ولكل مشاهديكم. هو في الحقيقة هذه التصريحات عايدناها من طرف السيد الرئيس ماكرون حتى قبل أن يصبح رئيس، قبل العهدة الأولى عندما زار الجزائر وقال، وكانت له شجاعة آنذاك، أنه سيعترف بجرائم فرنسا في الجزائر، ثم انتكس على عقبيه. ثم بعد ذلك لاحظنا أنه في كل مرة يقدم كلام ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي علاقة بما يقول وبما تقوم به المؤسسات الرسمية الفرنسية. هذه المرة وبعد هذا الخرق للهدنة التي ربما كلنا دفعنا نحوها، وهي إصلاح ما يجب إصلاحه في هذه العلاقات الجزائرية الفرنسية، نلاحظ بأن هنالك أطرافا ما سماها الرئيس ماكرون بأنها ترفض تطبيع وإصلاح هذه العلاقات الفرنسية. وأنا من موقعي هذا كأستاذ وكمراقب أستغرب كيف لرئيس الجمهورية بهذه المؤسسات التي يقال بأنها ديمقراطية أنه يقوم جزء من هذه المؤسسات أمنية وسياسية ودبلوماسية بتهريب مواطنة جزائرية مطلوب العدالة في وقت وين كنا ندفع جميعا لإصلاح هذه العلاقات، وأن الرئيس ورئاسة الجمهورية أعلنت زيارة الرئيس إلى فرنسا في شهر ماي. طيب. ولكن أعتقد اليوم الرئيس ماكرون في موقف حرج. طيب سنأتي الحديث على هذه الزيارة التي بات مشكوك في أمرها اليوم. دعنا نسمع أيضا رأي الأستاذ مصعب حمودي. أستاذ مصعب، ماكرون يقول أن هناك الكثير من الأطراف التي تسعى لإجهاض العلاقات بين فرنسا والجزائر، من يقصد بهذه الأطراف؟ مساء الخير لك للضيف وللمشاهدين الكرام. طبعا هو لم تعمد عدم إيضاح خطوط هذه الدوائر الضاغطة وحتى التعريج عليها، فهو لم يترك حتى الهامش لكي نفهم إن كانت داخلية أو خارجية، ولكن هو يعرف كذلك ليس فقط ماكرون وإنما كل الجهاز التنفيذي الفرنسي يعرف أن تركيبة النظام الجزائري الذي هو طغمة عسكرية ليست عقلانية، فدائما هناك جهات متناحرة متنافرة بين بعضها. فهنا وهذا مجال التأويل لأنه لم يفصح صراحة عن الجهة، هي الجهة التي لا تستفيد من تركة الشرعية الثورية. نحن نعرف أن في الجزائر لا توجد شرعية شعبية تستند إلى اقتراع أو صناديق، وإنما الجنرالات يعتمدون في تدخلهم في السياسة دائما على مقولة الشرعية الثورية. فهنا يمكن أن نفهم أن إيمانويل ماكرون يقصدهم هم الذين يريدون إفساد الشرعية الثورية، وهنا بطبيعة الحال يسدي خدمة للجنرالات. العلاقة بين فرنسا والجزائر دائما كانت من النقيض، تفاهم في نقيض، فهي غريبة جدا. طبعا ماكرون يحاول الأجهزة التنفيذية المتعاقبة في فرنسا تحاول دعم النظام العسكري في الجزائر، لكن الأنظمة المتعاقبة العسكرية في الجزائر ترد لهم
بالسباب بين الضفرين لو سمحتم لي. فلذلك تظهر هذه التركيبة الغريبة التي ضاقت الأجهزة التنفيذية الأخيرة الفرنسية ضاقت درعا منها. فمن هنا يبدو أن هذا الجهة المستهدفة طبعا هي التي تتاجر بمبدأ ما يسمى في الجزائر بالشرعية الثورية. كذلك نلاحظ في تصريح مانويل ماكرون أنه تعامل بمبدأ يمكن أن نصفه بالعودة على بدء، حيث بقي فقط في الكليات وهي الجانب الاقتصادي التجارة الذاكرة، وأهمل الجزئيات، بحيث رأينا أن تعاطيه مع ملف الناشطة الميدانية. نحن نتحدث عن بوراوي وهي ناشطة ميدانية لا تملك حزب، ليست مرأة سياسية وليست لديها كتلة برلمانية، هي فقط ناشطة ميدانية فقط، ولكن هي لديها عقوبة حبسية في الجزائر. تعامله هنا نعم عفوا، ولكن هي تخضع لعقوبة حبسية في الجزائر. نعم، لكن الحساسية هي غريبة، لأنه نحن نعرف أنه تم التضييق عليها. هي ناشطة ميدانية تمارس حقها المفروض في التعبير، لكنها في حياتها اليومية طبيبة، فصلت من عملها، ضيق عليها بمبادئ قضائية تعسفية. طيب. وهي الإجراءات القضائية وسحب الجواز، سحب منها جواز سفرها الجزائري، فحينما هربت لم تعد لديها الجنسية الجزائرية، فانقلبت الإجراء الأمني انقلب ضد من صاغوه. كان فقط عليهم أن يتركوا لها جواز سفرها، حتى إذا غادرت كانت الجزائر ستستجلبها من تونس. فهنا وضعوا أنفسهم بمأزق هم بأيديهم، لأنهم بسحبهم الجواز طيب. الجزائري منها تركوا منها الجنسية المكتسبة من زواجها مع فرنكو جزائري. طيب، أتصور أن ضيفنا الدكتور علي ربيج من الجزائر لديه تعقيب على كل ما تحدث عنه، لأن ذكرت صراحة نقاط لافتة جدا، منها أن ما حدث اليوم يخدم جنرالات الجزائر، وتحدث عن الشرعية الثورية. دعنا نسمع رأي دكتور علي ربيج، تفضل. أولا دعيني فقط أعلق على بشكل بسيط وبشكل هادئ على هذا الكلام الذي سمعته من ضيفك من فرنسا، ويتحدث عن الجزائر ويتحدث عن الجنرالات ويتحدث عن هذه الشرعية الثورية. نعم، الجزائر مرجعيتها الثورة الجزائرية التي حررت هذه الأرض، والتي لم تسمح لفرنسا أن تستمر في هذه الأرض ولو شبر واحد، بينما دول أخرى مجاورة تحتل أراضيها ولا تتكلم. يتكلم على الجنرالات. نعم، الجنرالات هم جنرالات يا دكتور علي دول أخرى مجاورة. دعنا نتحدث عن الجزائر وفرنسا اليوم. معليش، يتحدث ضيفك. ألو، تفضل دكتور علي. ألو، تفضل دكتور علي، نسمعك بشكل جيد. شكرا. إذن يتحدث ضيفك عن الجنرالات في الجزائر. الجنرالات هم جنرالات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. يتحدث على أن الرئيس لا يملك شرعية. الرئيس تبون منتخب من طرف الشعب الجزائري، والشعب الجزائري سيد في قراره ولا يقبل إملاءات أي طرف كان. ونحن الشعب الوحيد ربما في المنطقة الذي يكافح من أجل الشعوب التي تريد أن تقرر مصيرها. يتحدث ضيفك على المناضلة أو ما يسمى بهذه الناشطة التي تم تهريبها من الجزائر. أولا، هذه الناشطة التي يتحدث عنها ضيفك الآن بشكل واضح ثبت بأن المخابرات الفرنسية قامت بتهريب هذه الناشطة. والسؤال، لماذا لا تتحرك المخابرات الفرنسية لتهريب هذا العدد الكبير من المهاجرين الذين يخرجون من الأراضي الجزائرية والتونسية والمغربية، ما دام هذه المخابرات تدافع على مسألة حقوق الإنسان؟ ضيفك يتكلم على أساس أنه العلاقات الجزائرية الفرنسية الذي تسبب في الإساءة إليها هو الطرف الجزائري، وهذا خطأ. الذي تسبب في الإساءة إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية هو الطرف الفرنسي. الرئيس ماكرون، وإذا كان ضيفك ربما هو فرنسي أكثر من الفرنسيين ويتكلم باسم الفرنسيين ويفهم أكثر من الرئيس ماكرون، فإن الرئيس ماكرون قال أنه يوجد أطراف داخل فرنسا ولكن ليس في الجزائر. ربما ضيفك للأسف الشديد قد تناول عشبة من نوع ما. لا نسمح بهذا الكلام بتاتا دكتور علي. دكتور علي، لا نسمح بهذا الكلام بتاتا على شاشة الغد. لا أرجوك دعنا نسمع تعليق الآن. دكتور علي لو سمحت لي دعنا نسمع تعليق أخير. لا، من الأستاذ مصعب حمودي ما تفضلت به
لا يجوز ما تفضلت به دكتور علي، لا يجوز، هذه إساءة في حقه. لو سمحت أنت لم تقاطع، أنت لم تقاطعيه. هو لم يتكلم عنك بشكل شخصي، لم يشخصن المواضيع، هو يتحدث بوجهة نظر. تفضل أستاذ مصعب. أنا لم أشخص، أنا لم أشخص، أنا أرد وبهدوء. إذا كنت تسمحي لي أنني أواصل. لا يحتمل حتى رأيا، فطبعا يمنعون الرأي ويحاولون منعه. طبعا الشخص أنا حجة من طب أرجوك أستاذ مصعب فقط لكي نبقى في صلب الموضوع. أستاذ مصعب لنبقى في صلب الموضوع. هل هناك صداما داخليا اليوم صراحة في فرنسا بين الأجهزة الأمنية والرئاسة والبرلمان؟ في الأجهزة الفرنسية طبعا فرنسا هي بلد مفصولة فيها السلطات، لأنه نظام ديمقراطي ممارسة وعرفا. المشكل هو عندما تكون هو جهاز تنفيذي، لا نقول عنه نظام، لأن هناك الانتخابات وكل هذا. عندما تكون الأنظمة شرعية تسمى الدوائر المتنفذة أجهزة تنفيذية. عندما تكون الأنظمة غير شرعية تكون في الحالة الجزائرية مثلا طغمة عسكرية. رأينا أن شنقريحة قائد الأركان الجزائرية استقبل من طرف وزير الجيوش الفرنسية المولود سيباستيان لوكورنو سنة 1986. استقبله بخوذة حارس جمهورية ووصفه بالجندي. فالأمور واضحة، نحن لا توجد مزايدات في الوطنية. كذلك جنرال آخر جزائري غالب القصير هرب من المسؤولية، لجأ إلى فانواتو، بلد فانواتو هذا جزيرة، واشترى الجنسية. فنحن نتحدث عن أنظمة هشة لأنها ليست ديمقراطية، فلذلك علينا أن نزن الأمور. والدوائر الفرنسية هي تعمل لخدمة، هو قالها ماكرون، طب دكتور علي، خدمة تبون هو واجهة، ولكن الأنظمة العسكرية. أستاذ مصعب دعنا نسمع يعني آخر تعليق من الأستاذ دكتور علي ربيج. دكتور علي، يعني الجزائر أعلنت أنها ستجري زيارة دولة إلى روسيا في هذا التوقيت تحديدا، يعني في أي سياق جاءت هذه التصريحات؟ هل تريد إرسال رسالة إلى فرنسا مفادها أن اليوم الجزائر لديها ربما بدائل عدا الضيف أو من كانت تتعامل مع الطرف التقليدي الفرنسي؟ يا سيدتي، الجزائر دولة وطنية صاحبة سيادة في إفريقيا وفي العالم العربي، والكل يحترم هذه الدولة. عندما تختار الجزائر شركائها تختارها بشكل مستقل. نحن نملك علاقات مع فرنسا ومع روسيا ومع أمريكا ومع الصين ومع كل الدول التي تحترم نفسها. أما الدول التي لا تحترم نفسها فنحن نقطع علاقاتنا معها ولا نحترمها. أنا اليوم نتكلم على علاقتنا الجزائرية الفرنسية. اليوم الرئيس ماكرون وهو صرح بأنه في أطراف داخلية داخل فرنسا لا تريد هذه المصالحة الجزائرية الفرنسية. أنا نقول لك من هي هذه الأطراف. هو اللوبي اليميني المتطرف، الطابور الخامس الذي كان موجود في الجزائر ويعمل لحساب فرنسا، الخونة أو بما يسمى بالحركة، الحرطانيين الذين يقبلون أن يكونوا دائما عبيد ويركعون لأسيادهم. اليوم هؤلاء يرفضون التطبيع. أرجوك، هذه إساءة، التطبيع ومصالحة. انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا جزيلا لك يا سيدتي. دكتور علي، لماذا أنت تفسري؟ انتهى وقت المقابلة. تحدث عن الحرطانيين، من لم يفهم كلمة حرطانيين. هذه الكلمة ماذا تقصد بالحرطانيين إذن؟ هذه الكلمة يفهمها شمال إفريقيا، يعني المغرب والجزائر وتونس. أنا أقصد بالحرطاني هم الناس اللي موجودين في فرنسا وقبلوا باش يكونوا عبيد لفرنسا ويرفضوا مصالحة بين فرنسا والجزائر. هذا الذي قصدته. طيب. ولهذا أنا قلت لك اليوم نحن كنخب كأساتذة كسياسيين ندفع إلى المصالحة الجزائرية الفرنسية. اللهم إذا كانت هذه العلاقات الجزائرية الفرنسية وإذا تم التطبيع وإصلاح ما تم إصلاحه قد تقلق بعض الأطراف، ولكن احنا في الأخير علاقتنا مع فرنسا علاقة استراتيجية ومهمة جدا. يوجد 5 مليون جزائري يعيشون في فرنسا. صحيح. يوجد علاقات اقتصادية وشراكة ما بيننا وما بين فرنسا.
الجزائر والرئيس قال طيب أنني سأزور فرنسا. نعم. ولكن السلوك اللي قامت به فرنسا تجاه هذه المناضلة يسيء إلى هذه الأجواء وإلى هذا المناخ، وهذا الذي قصدته. أنا لم أقصد الإساءة إلى أي كان. أشكرك جزيل الشكر. من الجزائر دكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية، ومن باريس أيضا الشكر موصول الأستاذ مصعب حمودي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم. حصتنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل تبين آراء الشارع التونسي بشأن دعوات المعارضة للتظاهر للمطالبة